تخيل حياتك كلها تتقلب في لحظة لما البنت اللي بتحبها تتخطف من المافيا واللي يقف قصادك يا اما يعيش يا اما يموت. الفيلم بيبدأ مع ليفون، جندي سابق في القوات الخاصة، دلوقتي عايش في عربيته اللي بقت بيته وشغال رئيس عمال في شركة مقاولات، والكل بيحبه ويحترمه لدرجة ان واحد من العمال جاب له اكل من البيت مخصوص. ليفون دايما بيشجع العمال ويوعدهم بمكافأة لو خلصوا شغلهم بدري، وجوه المكتب بيتعامل مع اصحاب الشركة اللي هم كارلا وجو وكمان جيني اللي ماسكة الحسابات وبيتصرف معاهم كأنهم عيلة واحدة. لكن فجأة عربية غريبة بتدخل الموقف وينزل منها شوية بلطجية ويضربوا العامل اللي جاب الفطار لليفون. ليفون حاول يهدي البلطجية ويخليهم يسيبوا العامل، لكن واحد فيهم شتم وطلب منه يبعد. ساعتها ليفون اتعصب، مسك جردل المسامير ورماها عليهم وضربهم ضرب عنيف زي ما يكون لسه في الجيش. العامل كان واقف مخضوض، بس ليفون طمنه وقال له روح كمل شغلك. جيني شافت اللي حصل وسألته لو هو كان جندي عشان حركاته بتبين انه محترف، وقالت له ان جدها كان جندي وبيعمل نفس الحركات، وطلبت منه يعلمها شوية حركات تدافع بيها عن نفسها، لكنه تجاهل الموضوع ووصاها انها ما تقولش لحد. وفي الاخر ادته اكل جدتها بعتها مخصوص عشان عارفة انه عايش لوحده. بعد الشغل راح ليفون يزور بنته ماري، لكنه اتفاجئ ان جدها جوردن عامل حفلة مخصوص في نفس اليوم عشان يخلي ماري ترفض تروح معاه، لكن ماري كسرت خطته، جريت على ابوها وحضنته وركبت معاه عربيته. وجوردن ظهر وبدأ يستفز ليفون بكلام جارح وقال له انا مش مطمن على حفيدته معاه عشان المشاكل والعنف ما بيسيبوش حياته، وحتى مراته ماتت بسبب. جوردن كان عاوز يطلع ليفون عن شعوره عشان يضربه ويستغل الموقف في المحكمة وياخد الحضانة، لكن ليفون مسك نفسه وقال له ان مالوش ذنب في موت مراته وسابه ومشي. بعدها خد بنته ماري اتغدوا في مطعم واداها صورة قديمة لها مع امها، لكنها زعلت وقالت ان جدها لم كل صور امها ورماها، والحزن بان على ليفون لانه لسه متأثر بموت مراته. بعد كده راح لمكتب المحامي وحكى له ان جوردن بيحاول ياخد الحضانة باي شكل ومعاه جيش محامين، والمحامي استغرب كرهه الشديد. فساعتها ليفون وضح له ان جوردن شايف انه السبب في موت مراته، وان الحقيقة انها دخلت في اكتئاب عشان هو كان بعيد طول الوقت بحكم شغله، وفي الاخر هي ما استحملتش واذت نفسها. المحامي نصح ليفون يحاول يتصالح مع جوردن، خصوصا ان فرصته ضعيفة في الحضانة لانه ما عندوش بيت يعيش فيه، لكن ليفون اتعصب ورفض الصلح ودفع للمحامي فلوس عشان يكمل القضية، وقال له انه هيلاقي حل لموضوع السكن قريب. وبالليل جيني خرجت مع اصحابها وسهرت في كافيه، وهناك الجرسون ديفيد لعبها بالكلام وسألها عن اسمها، وبمجرد ما قالت له بعت رسالة لواحد اسمه فايبر شغال مع عصابة تجارة بالبشر، وفايبر وصل مع شريكته بسرعة. وفي اللحظة دي واحدة من صحاب جيني تعبت من الشرب، وجيني دخلتها الحمام وقعدت تستناها بره، وفجأة فايبر هجم على جيني وكتم نفسها وخطفها. وتاني يوم كارلا وجو بلغوا ليفون ان جيني اختفت من الكافيه ومحدش عارف راحت فين، وجو طلب من ليفون يساعده يدور على جيني بحكم خبرته كجندي سابق، لكن ليفو رفض عشان ما يخسرش حضانة بنته لو اتورط في مشاكل. حتى لما عرض عليه فلوس كتير رفض ومشي. وبعدها راح ليفون لصاحبه جوني اللي كان معاه في الجيش وانقذ حياته قبل كده، بس جوني فقد بصره في نفس المهمة. وليفون حكاله عن خطف جيني واعترف انه متعلق بيها زي بنت، ولكنه محتار وخايف يخسر ماري بنته. جوني شجعه وقال له لازم ينقذها مهما كانت العواقب. ليفون رجع لجو اللي كان قاعد حزين بيتفرج على فيديو لجيني وهي بتعزف على بيانو، ووقتها عرف ان جيني جالها منحة للموسيقى لكنها ضحت بيها عشان تساعد ابوها. وهنا ليفون وعد جو انه مش هيرجع غير ومعاه جيني، وبدأ يتحرك بعربيته يجمع معلومات عن اخر يوم قبل ما تتخطف. وليفون وصل الكافيه اللي جيني كانت فيها ولاحظ ان الجرسون ديفيد بيبيع مخدرات في السر، وهنا شك ان ليه علاقة باللي حصل. خرج من الباب الخلفي لقى سلك الكاميرات متقطع، وكمان لقى خرزة من عقد جيني وقعت وهي بتقاوم. وليفون استنى لحد ما ديفيد قفل الكافيه وركب عربيته، وساعتها ليفون كان حاطط له جهاز تتبع ولحقه لحد بيته. دخل عليه فجأة وخد مسدسه قبل ما يرفعه، وكان وراه صورة جيني وسأله عنها. ديفيد انكر وقال انه بلغ الشرطة وما يعرفش حاجة، بس ليفون فهم انه بيكذب وسحبه للحمام وحطه في البانيو وفتح المية على وشه لحد ما كان نفسه هيتقطع. وقتها اعترف وقال ان اللي خطفه جيني عصابة خطيرة جدا، وحذر ليفون ان لو دخل في الموضوع ده هيموت هو وعيلته. لكن ليفون ساعتها ما اهتمش وطلب منه الاسماء، واول ما وصل 2 من صحاب ديفيد بدأوا ينادوا عليه. ديفيد سمع صوتهم وصرخ يستنجد بيهم، فليفون خرج معاهم من الحمام، بس الاتنين دول اول ما شافوا الموقف ضربوا عليه نار وقتلوا ديفيد في ساعتها. هنا ليفون ما سكتش، رفع سلاحه وصفاهم هما الاتنين وخد الفلوس اللي معاهم، وهو بيشوف ويدور لاحظ الوشوم اللي على جسمهم وفهم انهم تبع المافيا الروسية. وتاني يوم فضل ليفون مراقب
البيت وشاف عربية بتنزل منها رئيس العصابة فولو مع رجالة داني وفانكو. جوه البيت فولو اتعصب لما لقى رجالة مقتولين والفلوس مفقودة، وأمر داني وفانكو يلاقوا اللي عمل كده بسرعة. بعدها وصلت عربية نظافة ونزلت منها بنتين عشان يلموا الجثث ويغطوا على الجريمة. فولو خرج مع رجالة وركبوا عربيتهم ومشوا، ووراهم على طول ليفون بعربيته لحد ما وصلوا البيت فولو. ووقتها نزل ليفون بمعداته واستخبى بين الأشجار يراقب البيت، وهناك شاف فولو وهو بيضرب مراته. وبعد ما مراته مشيت ليفون دخل على فولو وكب عليه قهوة سخنة وضربه لحد ما غاب عن الوعي، ولما فاق لقى نفسه متكتف في كرسي مربوط على حمام سباحة. ليفون شال اللزق من على بقه وقال له انه عارفه كويس وعارف انه شغال مع المافيا الروسية. فولو اتجنن وقال له انه عمل غلطة كبيرة لما قتل رجالة وسرق فلوسه، وان حياته وحياة عيلته خلاص انتهى. بس ليفون ما اهتمش بالكلام وضربه وقال له ده عقاب لانه بيضرب مراته. بعدين رمى الفلوس في وشه وقال له انا مش محتاج فلوس، قال له انا عاوز جيني ترجع لاهلها، ووراه صورتها. فولو اتعصب وبدا يزعق ويتكلم بالروسي عن واحد اسمه ديمي. ليفون ما فهمش الكلام، قطع الحبل ورماه يغرق في حمام السباحه. وهو ماشي طلع موبايله والظاهر انه كان مسجل كلام فولو بيترجمه، وهناك اكتشف ان ديمي هو اللي ورا خطف جيني. بعد شويه جت شركه النظافه خدت جثه فولو وغطت على الجريمه، وفي نفس الوقت وصل سايمون اخوه وكان حزين جدا. وهناك عرفنا ان داني وفانكو ولاده، وسايمون شاف تسجيل الكاميرات اللي باين فيها ليفون وهو بيقتل فولو واستغرب جرأته جدا وقرر ينتقم بنفسه، وامر ولاده انه يجيبوه حي. وبعد كده نروح لجيني كانت لسه مخطوفه، وارتي دخلت عليها متنكره، ادتها اكل وهدوم جديده وهددتها بمسدس انها لازم تلبس وتاكل والا هتقتلها. وفي الوقت ده ليفون اتصل بزميل قديم من الجيش شغال دلوقتي في مكافحه المخدرات، وساله عن ديمي، وصاحبه قال له انه عنده كافيه بيوزع فيه الممنوعات. وليفون راح هناك بالليل فورا، وفي نفس اللحظه ارتي كانت بتراقب كاميرات الكافيه ولاحظت ان ليفون شايل سلاح، فطلبت من زميلها تشيدي ينزل يتعامل معاه ويشوف هو عايز ايه. اول ما ليفون يقعد مع تشيدي يطلع رزمه فلوس، فتشيدي يفهم ان هو عاوز يشتري ممنوعات، لكن هو عاوز يوصل للزعيم الكبير دوتش. ارتي على طول تبلغ دوتش ان ليفون معاه سلاح وبتشك انه شرطي. دوتش بيساله عن السلاح فيقول له ليفون انه حمايه لنفسه والفلوس اللي معاه، ولما دوتش بيطلب يفتش جيوبه ليفون بيرفض، فدوتش بيؤمر رجالته يهاجموه. وهنا بيحصل معركه جامده، محدش قادر يوقف ليفون لحد ما يمسك واحد منهم وكان هيقتله. وهنا دوتش بيوقف القتال النار اللي بيحصل، وبيبدا يقتنع ان ليفون مش عادي ويقول له مهاراته القتاليه اعلى من اي شرطي. ليفون بيعترف له انه كان جندي سابق وحاليا تاجر ممنوعات وعاوز يتعامل بكميات كبيره. دوتش بيختبره بالاسعار، لكن رد ليفون يخليه يتاكد انه تاجر حقيقي مش شرطي. دوتش يحدد ميعاد لليفون في كافيه عشان يسلموا البضاعه، وتاني يوم ليفون بيروح يقابل ارتي وتشيدي ويديهم الفلوس وياخد تليفون يستنى منه مكالمه التسليم. وبعدها دوتش بيتصل عليه ويقول له ان البضاعه تحت الكرسي اللي كان قاعد عليه، وده بس اختبار يتاكد انه مش متراقب، ويقول له انه هيتفق معاه تاني عشان يستلموا البضاعه الكبيره. لكن المفاجاه ان ليفون بيرمي البضاعه كلها في النهر. وبالليل بنشوف فايبر وارتي بيسلموا البنت جيني للزبون جارد، ولما بيسالوه انت ليه عايزها بالذات يقول لهم ان صورتها فكرته بلوحه فنيه، وبيديهم شنطه فلوس ودهب. لكن اول ما يفتح الشنطه اللي فيها جيني بتعوره في وشه فيتجنن ويزعق ويأمرهم انه يقتلوها فورا. في الوقت ده ليفون قاعد في شقه بسيطه بعيده يبدا يجمع الصور والمعلومات ويلزقها على الجدار لحد ما توصله مكالمه جديده من دوتش بيحدد له فيها الميعاد اللي هيقابل فيه رئيسه عشان الصفقه الكبيره. تاني يوم ليفون بيروح مطعم فخم مليان رجاله مسلحين بيتفتش قبل ما بيدخل، واول ما يشوف زعيم العصابه بيتصدم ان ديمي نفسه اللي بيدور عليه. ليفون بيسلم فلوس الممنوعات وديمي يطلب يشوف بطاقته، وليفون يديه بطاقه كان مزورها باحتراف، ورجاله ديمي يتاكدوا انها سليمه فيسلم له شنطه الممنوعات ويقول له انه شغلهم هيكبر. لكن كالعاده ليفون بيرمي البضاعه كلها في الحمام. بعدها ليفون يرجع شقته ويفضل يتفرج على صور جيني واصحابها في الكافيه، ولحد ما يلاحظ ان فايبر كان مركز معاها بشكل غريب جدا. فبيفتح موبايل ديفيد ويكتشف ان في تواصل بينه وبين فايبر، يعني كده فايبر هو اللي خطف جيني. وقتها بيعرف ان فايبر بيسهر في نفس كافيه عصابه دوج، فبيروح هناك يراقب المكان وهو في عربيته. لكن ارت بتكتشف وجوده من الكاميرات. ارت توصلها معلومه ان داني وفانكو بيدوروا على ليفون، فتتصل بيهم وتديهم عنوانه قدام الكافيه ويوصلوا ساعتها بسرعه. واول ما يشوفهم ليفون بيسيب عربيته ويسرق موتوسيكل ويهرب بيه، لكن داني وفانكو بيجروا وراه بالعربيه وبيضربوا نار عليه. ليفون يعرف يهرب باحترافيه، لكن فجاه يخبط في عربيه
الشرطة ويطير من على الموتوسيكل. وهنا الصدمة، الشرطة بدل ما تقبض على داني وفانكو بيسلموا ليفون ليهم وياخدوا منهم فلوس. وفي العربية بيعرف ان فولو اللي قتله يبقى عمهم. بعد كده بيسخر منهم ومن لبسهم فبيتعصبوا عليه وبيهجموا عليه ويضربوه، لكن ليفون بيفرمهم من الضرب. وداني يحاول يضرب بالنار بس ليفون بيوجه المسدس بعيد والطلقة تيجي في سواق العربية في دماغه وتفجرها. ساعتها العربية بتتقلب بيهم، ولكن ليفون يخلص على داني وفانكو ويفك نفسه وبعدها يزق العربية كلها في النار. وسايمون لما بيعرف ان اولاده ماتوا بينهار ويحزن جدا ويؤمر بجمع رجال المافيا في اجتماع كبير. وبنروح نشوف ان فايبر وارت بيقعدوا مع ديمي اللي متضايق لان جيني جرحت الجرد في وشه، ولكن فايبر بيطمنه ان الغلطة دي مش هتتكرر ويقول له ان هو وارت هيتخلصوا منها وبعدها يجيبوا له بنت تانية يقدموها للجرد. بعد كده بنرجع لسايمون اللي قاعد في اجتماع مع زعماء المافيا وبيحكي لهم اللي حصل مع اخوه واولاده. وواحد من الزعماء بيقرر يبعت معاه 2 من اخطر المقاتلين اللي هم نستر وسيفي. مهمتهم واضحه ان هم يخلصوا على ليف، وسايمون ياخدهم ويروح لديم لانه شايف ان ديمي اكيد عارف مكان ليف، خصوصا انه كان واقف قدام الكافيه بتاعه. وهنا بنكتشف مفاجاه، ديمي يطلع ابن فولو اللي ليفون غرقه في حمام السباحه. والاغرب من كده ان ديمي اصلا على خلاف كبير مع ابوه، ولما يعرف انه مات ما يزعلش بل بالعكس بيفرح. لكن اول ما ديمي بيسمع ان ليفون قتل اولاد عمه داني وفانكو بيتصدم ويوري سايمون بطاقه الهويه المزيفه اللي ليفون وريها له وقال له انه تاجر ممنوعات. ساعتها سايمون بيرد عليه بغضب ويقول له بسببك وبسبب غبائك اخويا واولادي ماتوا، وبعد كده يسيب المكان ويمشي. بعدها نستر وسيفي يبداوا يجمعوا كل معلومه ممكنه عن ليف وبالفعل يوصلوا البيت. وفي نفس الوقت ليفون بيكون سايق عربيته وفجاه تجيله مكالمه من المدرسه. جدة جوردن ما راحش ياخد ماري زي كل يوم، وليفون بيطير بسرعه على المدرسه ياخد بنته ويطمنها انه هيوصلها بنفسه. وماري طول الطريق مستغربه وبتساله ليه جده ما جاش. ليفون ساعتها يبدا يحس ان في مصيبه. بيوصلوا لبيت جوردن وهناك بيشوف الصدمه، البيت كله مولع في النار. ليفون بينزل يجري على البيت المولع بيلاقي جوردن جد ماري متكتف وواقع، وبسرعه يشيله ويخرجه قبل ما يتحرق. جوردن اول ما يفوق يلوم ليفون ويقول له اللي حصل ده بسببك، بس ماري ساعتها بتدافع عن ابوها وتقول له لولا ليفون كنت مت دلوقتي. ساعتها جوردن يحس انه غلط ويعتذر لليفون. بعدها ليفون ياخد بنته ويروح لصاحبه جوني ويقول له انه وصل لديمي وعرف انه شغال في تجاره البشر واكيد عنده خبر عن جيني. جوني يفتح له مخزن اسلحه ويقول له اختار اللي تحتاجه، ولما بيخلص ليفون بيودع ماري ويطلب من جوني انه يحافظ عليها. في نفس الوقت فايبر وارتي واخدين جيني عشان يخلصوا عليها، بس جيني بتقاوم وتضربهم برجليها لحد ما عربيتهم بتخبط في شجر. وجيني بسرعه بتحرر نفسها وتبدا تجري لحد ما تلاقي عربيه شرطه. لكن هنا بقى الكارثه، يطلعوا نفس رجال الشرطه الفاسدين اللي شغالين مع ديمي بياخدوها ويسلموها تاني لفايبر وارتي، وهم خلاص هيموتوها. بيرن تليفونهم جارت اللي كان مشتريها بيغير رايه ويطلب منهم يرجعوا له جيني حالا. وليفن يوصل للكافيه اللي قاعد فيه ديمي يسمعه بيتخانق مع واحده هناك. بيتحرك ليفن بهدوء وسط الضلمه ويبدا يخلص على رجاله ديمي واحد ورا التاني لحد ما يبقاش في حد واقف قصاده. ديمي وهو مرعوب بيمسك البنت ويهدد انه هيقتلها، لكن ليفن ما يهتمش، يرفع مسدسه ويضرب طلقه تخلي ايد ديمي تتفجر من الالم ويوقع السلاح ويقول للبنت خد الفلوس وامشي من هنا بسرعه. وبعدها يقعد قدام ديمي يوريه صوره جيني ويساله فين البنت دي، وديمي بيحاول ينكر انه يعرفها، لكن في الاخر بيعترف ان في نادي سري للقمار مكان كله رجال اعمال من كل العالم وهناك بيتباع البنات زي السلعه. ليفون يرغمه يركب العربيه معاه ويدله على الطريق للنادي ويوصلوا قدامه، ويقف ليفون ويحبس ديمي عند المدخل ويساله ازاي تتاجر في ارواح بنات كانهم بضاعه. ديمي بكل برود يرد عليه ويقول له الفلوس اهم من اي حاجه. ليفون ساعتها بيضربه بالنار ويخلص عليه، وبعدها يشيل شنطته ويستعد يقتحم النادي من غير تردد لانقاذ جيني. لكن في نفس اللحظه يوصل خبر لدوتش ان ليفون خلص على رجاله ديمي واخده على نادي القمار. دوتش بيجن جنونه ويجمع كل رجاله المافيا ويقرروا يتحركوا فورا عشان يصفوا ليفون وجيني معاه. وفي النادي ارتي تاخد كارت على الاوضه اللي مربطين فيها جيني، وجيني مربوطه وايدها متعلقه، وكارت يقرب منها عشان يعذبها عقابا على اللي عملته فيه. وفجاه بيحصل انفجار كبير يهز المكان. ليفون هو اللي فجر القنبله ويدخل النادي زي العملاق. كل ما يقابل راجل من رجاله المافيا بيوقعه على الارض في ثواني. الناس كلها ساعتها بتترعب وتجري بره، وفي نفس اللحظه بيوصل دوتشي ورجالته ويقتحموا المكان. لكن ليفون زي العاصفه ما بيرحمش، بيتحرك بسرعه ومهاره عاليه جدا، بيخلص على رجالتهم واحد ورا الثاني لحد ما بيواجه دوتشي بنفسه. دوتشي يبان انه قوي وبيضرب في ليفون بعنف، لكن ليفون يستحمل ويسكت
ويروح قالب عليه الطاوله، وفي الاخر قتال عنيف يسيطر عليه ويقتله. وبعدها ليفون يتجه يدور على جيني بيسمع صوتها وهي بتصرخ، يدخل الاوضه بسرعه يلاقي جاريت واقف يرفع له السلاح ويروح مديله رصاصه في قلبه تخلص عليه. فايبر بيحاول يهجم لكن ليفون يمسكه ويفضل يضرب فيه لحد ما يموت في ايده. اما ارتي فجيني نفسها بتنتقم منها، تضربها برجليها وتخنقها لحد ما تموت وهي تحت رجليها. وفي اللحظه دي بيوصل نستر وسيفي ومعاهم شويه شرطه فاسدين، وسيفي من غير تفكير بيضرب عليهم نار ويفجر عربيتهم. وجوه النادي ليفون بيفك قيود جيني وياخدها وبيهرب، لكن فجاه نستر وسيفي بيضربوا عليهم النار. ليفون وجيني بيستخبوا وليفون بيظبط الكاميرا اللي في سلاحه ويصطاد سيفي برصاصه تموته، وبعدها بيرموا قنبله على نستر ويفجروا. وساعتها سايمون بيشوفهم ويتصل بزعيم المافيا ويقول له ليفون بياخد جيني وبيمشي بقى على الموتوسيكل. يرد عليه ويقول له المهمه خلص، احنا ملناش دعوه بالراجل ولا بالبنت. لكن سايمون ساعتها مولع من الغضب وعايز ينتقم، ومع ذلك الزعيم بيوقفه ويقول له ينسى الموضوع خلاص. وتاني يوم ليفون بيوصل جيني لاهلها والكل بيفرح ويحضنها والدموع في عينيهم ويشكروا ليفون على اللي عمله. وبعدها يرجع لبنته ويقعد مع صاحبه جوني ومراته وكلهم على سفرة واحدة في قمة السعادة. وبكده يكون خلص فيلمنا، بس لسه في افلام تانية مستنياك. ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك علشان يوصلك كل افلامنا.